واجهتنا مشاكل كتير لما بنصمم ابلكيشنز الغرض منها تنظيم المواعيد او اداره الفنادق ورحلات الطيران وغيرها، وبتكون بسبب ان الابلكيشنز دي بيستخدمها اكتر من شخص حول العالم، وطبعا كل مستخدم ليه التوقيت الخاص بيه، يعني التوقيت في لندن غير الهند غير كوريا، وده بسبب اختلاف التايم زون. واكتر مثال مشهور لابلكيشنز من النوع ده هو بوكينج هو موقع بيقدم خدمه حجز الغرف ورحلات الطيران وحاجات تانية كتير، واللي بيقدم الخدمه دي زي خدمه حجز الغرف بيكون فندق، وممكن يكون مقدم الخدمه ده من اي مكان في العالم، يعني مثلا الفندق في انجلترا والعميل في مصر. ازاي بقى السيرفر اللي عليه البيانات دي يقدر يتعامل مع فروق التوقيت والتواريخ بين البلدان المختلفه؟ وهي دي حكايه النهارده على كودكس لاين. ولكن ايه هو التايم زون واللي بيخلي التوقيت مختلف بين البلدان؟ وعشان نقدر نجاوب السؤال ده لازم نعرف ازاي نقدر نحدد اي مكان على الكره الارضيه، وده بيحصل باستخدام خطوط الطول والعرض، واللي بتكون الكره الارضيه شكلها كده لو اترسمت عليها الخطوط دي، واي مكان بيتحدد عن طريق بعده كام درجه عن خط الطول والعرض المركزي. وخط العرض المركزي مفيش اي مشكله عشان احدده لانه بيقسم الكره الارضيه نصين شمال وجنوب، ولكن خط الطول المركزي احتاروا فيه لان الارض بتدور حوالين نفسها من الغرب للشرق، فلو قلنا الخط مكانه هنا مثلا، مع مرور الوقت علشان الكره الارضيه بتتحرك زي ما قلنا، ساعتها المكان اللي حددته ده هيكون غلط، فكان لازم يتفقوا على بلد معينه ويقولوا هي دي المركز، وعندها هيكون الخط اللي بيقسم الكره الارضيه بالطول. وفي 1884 اتفقوا ان خط الطول المركزي ده بيعدي عند بلد في انجلترا وهي جرينتش، وده لسببين. السبب الاول ان الولايات المتحده الامريكيه اعتمدتها عندهم كاساس لقياس فروق التوقيت العالمي، والسبب الثاني 72% من الرحلات التجاريه كانت بتستخدمها كمركز لخط الطول المركزي علشان تحدد بيها المكان بتاعهم. ولو عايز احدد اي مكان باستخدام خطوط الطول والعرض بيتكتب بالشكل ده، وبنقول عليها احداثيات، وده معناه 30 درجة شمال خط العرض المركزي و31 درجة شرق خط الطول المركزي. وبما اننا عرفنا نحدد المكان، ساعتها نقدر نحدد الوقت. والعلماء اتفقوا على ان التوقيت في جرينتش واللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي هي مكان خط الطول المركزي هيبقى اسمه التوقيت العالمي UTC او توقيت جرينتش، واي بلد تاني التوقيت فيها ممكن يكون بعد التوقيت ده او قبله بساعات او دقايق على حسب بعدها عن خط الطول المركزي. مثلا تعالوا نجيب التوقيت للإحداثيات دي. اللي يهمنا هنا هي القيمة اللي بعد الإي اللي هي الشرق، لأنها بتحدد بعد المكان عن خط الطول المركزي ب30 درجة، وكل درجة ناحية الشرق بتزود 4 دقايق على UTC، فهيبقى التوقيت في المكان ده UTC بلس 2. ده معناه إن لو التوقيت في جرينتش 7 الصبح، يبقى التوقيت في الإحداثيات اللي قلنا عليها هتبقى 9 الصبح. الو، مين؟ انت فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟ وبعد حصة الجغرافيا دي ايه بقى المفروض اعمله لما عرفنا ان كل البلدان بيتحدد التوقيت بتاعها عن طريق UTC او توقيت جرينتش؟ يبقى انا لما اعمل توقيتات عندي على السيرفر لازم اتاكد ان كلها بتتعامل UTC. تعالوا نطبق بقى الكلام الكبير ده على اول حاجة عندي واللي هبتدي بيها، وهي الداتابيز. في 3 انواع للكولومز علشان نحفظ التواريخ في الداتابيز: الديت علشان لو هحفظ التاريخ من غير الوقت، والديت تايم علشان لو هحفظ التاريخ والوقت مع بعض، والتايم ستامب ده بالظبط زي الديت تايم، ولكن الفرق ان الداتابيز بتاخد التاريخ ده وبتحفظه في توقيت UTC، ولما بتحتاجها الداتابيز بتحولها لك لتوقيت السيرفر اللي عليه الداتابيز. يعني لو اللي بيستخدم الابليكيشن من امريكا مثلا والسيرفر في مصر، وحاولت ارجع التاريخ اللي انا حفظته في الداتابيز في كولوم نوعه تايم ستامب، هيرجع بتوقيت البلد اللي فيها السيرفر اللي هي مصر. ولو نقلت السيرفر لبلد تانية خالص، انجلترا مثلا، هيبقى كل التوقيت اللي هترجعه بتوقيت انجلترا، وهكذا. واللي على عكس الديت تايم واللي قلنا عليه قبل كده، واللي فيه الداتابيز بتحفظه زي ما هو، ولما بتحتاجه بترجع نفس التاريخ، مفيش اي عمليات بتتم عليه خالص. وعشان كده الديت تايم افضل اختيار لينا في الوقت الحالي. وعلشان كل مستخدم عندك هيبقى ليه تايم زون مختلف، لازم احفظه معاه في الداتابيز، علشان لما اجي ارجع اي تاريخ عندي لازم احوله من UTC الى التايم زون بتاع المستخدم. وبعدين هاجي على اي مكان هحفظ فيه تاريخ في الداتابيز واتاكد اني احول التاريخ ده UTC. واخر حاجه قبل ما ترجع قيمه التاريخ ده للمستخدم، بتقوم جايب التايم زون بتاع المستخدم، واللي انت بتكون ضايف له امكانيه انه يختار التايم زون بتاعه واللي حفظتها في الداتابيز في الخطوه اللي قبل دي، وبحول كل التواريخ دي من UTC الى التايم زون بتاع المستخدم. وهنلاحظ ان التوقيتات هتظهر كلها صح بناء على التايم زون
زون بتاع المستخدم واللي كان حدده. وبكده عرفنا يعني ايه التايم زون وازاي نقدر نتجنب الاخطاء الناتجه عن اختلاف التايم زون بين المستخدمين. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب علشان تتابعوا الحكايات اللي جايه على كودكس لاين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.